شو هالدراما اللي عم تصير بعرس أوسي وشيرين تخلي السوشيال ميديا كله يحكي عن هذا العرس وعن الدراما اللي عم تصير بهذا العرس. احكي خطاي طبعا دراما كتير كبيرة خلت كتير كتار أعداد من الجمهور ينتبهوا لقصة صايرة بالعرس. تعمل دراما يعني من تحت الطاولة. بكره وباين قدامنا غير الشغلات اللي بتخزل اللي صارت انتوا اكيد بتعرفوا شو هي، ولكن بهذا الفيديو رح نحكي عن شغلات ما بعتقد الكل انتبه لها، لانه حيكون معكم هيكل العزيزين. حنحكي عن الدراما اللي صايره بعرس أوسي وشيرين، اما هلا عطيه بنزين ما فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الزلم والصبايا؟ رايقة صبايا بيبي كله تمام؟ ليك بداية هذا الفيديو ما تنسون بلايك وشير وسبسكرايب وأي حاجة في أي حتة. ليش؟ لأنه الفيديو مولع دراما. شغلات كتير صارت بالعرس حناخدها حبة حبة أو حبة فوق حبة اوكي انسى معلم. عنا أول فيديو مشان ما نطول عليكم كتير. صوت بيسان اسماعيل، يعني كان في زمان يقولوا شو الصوت اللي بشق البوط، هالمرة يعني الصوت شق قلوب الحاضرين كلهم. خلينا نسمع مع بعض. ما احكي بالمناسبة الشخص اللي مصور الفيديو صوته بخزي من أكتر أي شيء بخزي بالحياة مبدئيا يعني. طبعا صوت بيسان اسماعيل هون طلع بطبقات بحياتنا مش سامعينها، يعني بيسان اسماعيل عم تقول ما جرح حدد كلمة حكايته هيك تقريبا. ما تشوفوني عم زمر، بس انا صوتي احسن من هيك كتير. اسألوا اللي بيحضروني لايف. بيسان اسماعيل في لحظة ركزت بصوته انه هو غلط فحاولت تعدله، رجعت ما بعرف شو صار لها لما طلعت بمي نشرب ناسي ما بعرف شو صار لها، عن جد تهبلت يعني. بهيك لحظات بيسان اسماعيل لازم تتمالك نفسها اكثر، لانه يعني الشهر الجاي عندها حفله بلبنان، يعني بدك بيسان تظبطي امورك اذا طالعه لايف. طبعا هون بهاللحظة اللي صار انه دغري اشتغلت غنيتها، وهي انه تصير تعمل هيك بس حركات وهو الغنية شغالة والعالم عم تسمع. طبعا بيسام مش مدرب كتير على المسرح، هيدا شيء طبيعي اللي انتم شفتوه. صحيح انه نحن تمسخرنا شوي، ولكن عن جد شيء طبيعي اللي شفتوه من بيسان، لانه بنت ما مدربة على المسرح، فاجباري بده يطلع عندها خوف بطبقات الصوت. غير هيك انس الشايب كان عنده ردة فعل ضحك الشعب العربي كله. احكي خطاي وشكله بيضحك الصبي، شكله فعليا بيضحك. روحي عتمه فيك ضوي معك حاسين انتو انه انس ما بده يعطي اي ردة فعل، ولكن عاطي ردة فعل مخفية انه شمتان. صراحة انا حاسس شمتان الصبي. انت شمتان يا انس الشايب بصوت بيسان اسماعيل او بالخجلة اللي هي وقعت فيها الصراحة. اصله كل نفسي لو معته كل حواسي. انس شباك مبينة علامات الشماتة كتير مبينة بالفيديو تبع انس، وانه الموضوع كتير عادي عن جد، بس انه هو شمتان فيها انه هي فنانة كبيرة وكذا، ان كان لازم يطلع معها شيء احسن. ما علينا من الدراما اللي بيعمله دائما انس بالاعراس، مع انه انا بصراحة بحب الدراما تبعه وتضحك، ولكن عنا في هذا الشاب مش طبيعي، دائما بيعمل شغلات غريبة بالاعراس. الله يسعد مساكم يا جماعة، جاي اتفرج على عرس أوسي، ساعة ونص موقفين تقول داخل اطلع فيزة بريطانيا. طبعا هذا الخطيب هو اصلا اعتقد انه هو مخرج وبيعرفوه كل شلة دبي كتير، هو اصلا شاب كتير بضحك. قل له طقعت اكبر ببيوني فيك يا عالم، بس فيش حدا شكله باص المعازيم لسه ما وصلش. باص المعازيم لسه ما وصلش. داخلين على غزوة، رايحين يحرروا الصالة. داخلين على غزوة. ما شاء الله طاولة يا اخوان. طلوا انا فكرت هاي للشبكة العريس والعروس، طلع اي حدا بيقدر يقعد عليها. طلوا ما شاء الله.
انسان مش طبيعي، عن جد مش طبيعي. الله شباب كلهم طاقعين بدل سود، شكلهم ماخذين عرض عليهم. يا حرام كيف طلع هذاك وعم يتاوب بشكله غلط. نايس براذر. حب من وين حصلت اللحمه هاي كلها؟ من وين بقدر اجيبها؟ حكيت انا من قرايب بيوتي. طب هات لك لقمه هات. يا عمي ما حاحكي خطايا. قلت له يا اخوان هاي يا الله والله واحد ولسه انس ردة جوابه كانت افظع من سؤال الخطيب. رامي حمدان الهلس بدي اكشف لكم مع هات لك لقمه بقول له هلا عني. مين بيحكي. مسكتها. لا هذا الصبي شميت باب اول. معلش وصلنا معك يا مرة الخير. شوفوا مين هذا معلم، هذا الرهاب الاجتماعي بخاف منه، الرهاب الاجتماعي عنده رهبة منه. هدول يا جماعة أكثر ناس عندهم أواعي بالعالم. يعطيكم العافية. شو الأخبار؟ أكثر ناس عندهم أواعي بالعالم. هدول اللي عزمونا على رزقي عن جد. هول الجوز اللي مش ببار اللي عزمونا أصلا هن هدول بيلبسوا ثياب عارضين أزياء باختصار، ولكن أزيائهم بتخزي يعني. مش طبيعي. الخطيب كان أقوى واحد الخطيب بالعرس بردات فعله بالفيديوهات اللي بيعملها. أنا من الأشخاص اللي ما بتابعوا الخطيب ولكن حضر له أكثر من فيديو، فيديوهاتك كلها وضحك الصراحة. هذا الصبي مبدع بمجال الكوميديا. ولكن في شغلة هلا نحكي عن دراما نرجع. بعرس لشيرين كان في لانا لين ما بعرف شو اسمائهم، انا هلا بخربط باسمائهم. صوروا بطريقه غريبه انه هي وعم ترفع لها فستانه، صارت تصورها تحت الفستان. ما بعرف شو الفكره بالموضوع، ولكن ما بحسها كتير حقيقه الموضوع. ما بعرف رايكم. تغرمنا ما بينا واخدنا بالي ده انا مش نمنا بكره وباين. لاحظتوا؟ ولكن انا شخصيا بحس انه هي كانت عم تقلب بالتليفون او عم تعمل شيء. مستحيل شو بدها فيها تصورها من تحت الفستان قدامنا وانا اكتر واحده. هلا انا بعرسي مضطر اعزم هيك ناس حيايا مثلا. عن جد العالم بتزود الدراما. غير بنص العرس ما بعرف كيف هيك نجيب المتابعين قديشهم قوايا قدروا يجيبوا لقطة لوسام قطب خالع وشها لحبيبته لخطيبته لمرته. مش عارف بالضبط شو هي. لحظة وقف تصوير لو سمحت. وقف. ليش؟ لا وقف. شوف 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 خلع العينية على المخلوقة. طب مش هيك، مش هيدا مش دلع. هيك شلت لها خلقتها. لحظة شايف شنو هذا؟ معلومة صحيحة ولا لا؟ يعني بتحسه عم يضربها مش عم يدلعها. مش عارف يعني، بالذات بعد ما طلع هيدا بعيد طوز انتزع الصبي على الاخر. يعني صار شو الفيديوهات الطز اللي عم تعملها خيب. عيب عليك والله العظيم عيب عليك. واحلى لقطة مرقت لغيث مروان مع معين شريف كانت هيك. هون طلب منه انه صورة مشان الاولاد، يعني اولاده لمعين شريف، فكانت ردة فعل غيث مروان غريبة. بخش عيونه. حتى نزل ستوري عم يحكي على الموضوع انه اوف انا هيدا الانسان اللي بتابعه من طفولتي يجي هو يطلب صورة مشان اولاده ويطلب صورة انا كمان، فانه خلص خود يلا ايه اللي بدك يا معلم. كان الموضوع بضحك الصراحة. ردة فعل غيث مروان. هذا الشيء الطبيعي لما مشهور يقابل مشهور. فيك تقول هيك. انا هلا اذا بقابل شخص مشهور حتكون ردة فعلي هيك. ممكن بالنسبة لعالم تاني انا اكون مشهور ما بعرف الصراحة ان شاء الله. ولكن كان يعني الخاتمة خليه يكون هذا الفيديو رقصات اوسي. ليش انا رقصات اوسي عملت هيك؟ لانه مش رقصات عن جد، عمل رقصات بتخزي اوسي. عن جد اوسي مش عارف يرقص اي شيء. بس يلا ايه يلا اليوم عرسي خلص انا العريس بعمل شو من كان وما حدا له عندي. يعني انا بتذكر ما بعرف هيك بحس انه بيوم عرسي ما تهبلت هالقد، او بيوم الخطبه لانه انا بالخطبه عملت حفله، فما بتذكر اني تهبلت هالقد لاني انا محترف. انا محترف دك. انا زلمه هيبه. مش عارف يعني
مثل هلا انا عم بمدح حالي مش عارف ليه الصراحه، ما بعرف ليه هيك دائما بالاعراس وبالحفلات بصير قصص وفيديوهات ودراما، والمتابعين بيقدروا يتطلعوا باشياء صغيره سخيفه احيانا انا بقدها. ليش؟ اتركوني يفرحوا. ما بعرف ليه اصلا مدققين على فستانة انه نفس فستان حدا تاني لشيرين، فكتير هيك الصراحة اتركون شوي يتنفسوا. شفت كتير فيديوهات انا بعد كتير كان قصص دراما عم تصير وعم نحكي عنها. ان شاء الله الموضوع ما يتضخم اكثر من هيك ويتركوا العرسان ينبسطوا شوي. يعني حسيت انا بالنسبة لي اروع عرس كان عرس اوسي وشيرين اكثر من غير اعراس وغير حفلات، وما صار فيه دراما مصطنعة ابدا ولا باي شكل من الاشكال. وبس هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم. كان معكم خيكل العزير، وكنا عم نعطي يعني هيك ردات فعل صغيرة عن القصص الصغيرة اللي صارت بعرس اوسي وشيرين. اما لا لازم تستحضر هيدا الفيديو تشترك بالقناة. السلاحف بالملاحف.